تي ام اي. اللي هو تو مين؟ ماتش انفورميشن. في الريف الايطالي ومش لاقي في سباك. الريف الايطالي بتواجه مشكله مصريه في ايطاليا. السيفون بيطلع صوت عالي ده، لا ما استرجل. انا عايز سيرفيس، انا عايز خدمه. ايه اللي بقى في تضييع؟ ما انا مش هدفع خدمه لك ايه؟ فلوس. تروح عند امك في البيت تعمل لك خدمه. المدام بتقول لي بص انت محتاج تركب تكييف في المكتب عشان الكتاب بتاعتك تخف شويه كده. بس التكييف ده ممكن يقع على دماغ اهلك بعدها باسبوع، مالناش دعوه، بس انت ركبت التكييف اللي انت عايزه. ده بيروح دبي بعد كده هنكلمه ازاي؟ بالظبط كده. يلا توكلنا على الله. صبح صبح مش افندي. صبح صبح يا استاذ سام. تفايق اكتر من اللازم على فكره. انا سخن، انا ولعه. طب ارجوك. تي ام اي. اللي هو ايه؟ اللي هو تو مين؟ ماتش انفورميشن. تي ام اي، الابريفيشنز اللي بتعصبني دي. انا يعني عايز اشاركك في المأساة اللي انا من شهر سبتمبر عايشها. اتفضل ارجوك. فاكر افلام الثمانينات في مصر لما كان مش عارف سمير غانم بيتريق على السباك مش عارف ايه، والسباك بقى دكتور؟ يعني انا بعيش الموضوع ده دلوقتي بعد 40 سنة هنا هوت في جنوب ايطاليا، ان انا الاقي سباك في الريف الايطالي ومش لاقي في سباك. الريف الايطالي. بتواجه مشكله مصريه في ايطاليا. م- مش ما هو الموضوع وصل لدرجة من العبث. بص يا سيدي، اتفضل. انا الحاجات البسيطة في السباكة انا خلاص بقيت بعملها انا شخصيا اصلا. اصلا، اصلا عشان ما يعني ما تقرفش نفسك بقى وتقعد وتتكلم ده و... والسباك هنا هوت لما تكلمه يقول لك طب المشكله ايه؟ طب وانا لو عارف المشكله ايه مش هقول لك. فتقول له السيفون بيطلع صوت، يقول لك لا دي مش مشكله كبيره، لما يبقى عندك مشكله كبيره ابقى كلمني. اتكلم جراح. يعني ايه؟ ما ما هو تيجي يا الراجل مش عم فاضي. تشتغل. يعني ايه مش فاهم؟ بيعمل ايه؟ هو مش بيشتغل سباك؟ ايوه مش ما هو بيعمل ريتي. انا والله بتكلم بجد على فكره ما ما انا مصدقك، بهزرش. بس انا مش فاهم ازاي. emergencies يا استاذ، في emergencies، فانت عندك مشاكل معينه. فانت مثلا انت ما فيش ميه في البيت او في ماسوره ضربت تيجي لك على طول، اه. لان دي مصيبه زرقاء مش اه هتعرف طبعا. تعيش. طبعا. انما السيفون بيطلع صوت عالي ده، لا استرجل. استرجل. خليك راجل وعيش بالسيفون اللي اه بيطلع صوت عالي. هنا السباك هو اللي عنده الاتش فاك لايسنس زي عندكم في امريكا، السباك هو اللي عنده الرخصة بتاعت تصليح التكييفات وتغيير التكييفات والحاجات دي كمان. والدفايات. تبريد وتدفئة، يعني مفهوم. اوكي. فأي حاجة ليها علاقة بالتبريد والتدفئة لازم كمان تكلم السباك. اللي بس هو اللي هو ايه، بيتنطط السباك عليك اللي ده. هو شوية معاه اللايسنس والسيرتيفيكت اللي هو يطلع لك الكومبلاينس مش عارف ايه. مش سباك من تحت السلم يعني. اسم الله عليك. فعايز اركب تكييف في المكتب، اللي هو شايف اللي شايفينه كلنا ده، ايوه. اللي احنا ده لسه اللي قاعد يا جماعة معانا ده. ده انتوا الف الف شايفين مبروك. بعد يا جماعة انا لازم احكي لكم نبارك المأساة بقى اللي حصلت آه. علشان اركب التكييف ده. لازم نبارك للاستاذ سمسم على التكييف الجديد. اتفضل حضرتك. المكتب يا معلم في الصيف جحيم. ما انا متخيل. فاصلا فكره يعني عمل انك انت تكون بتكتب ده عمل وحيد بطبيعته، انك انت بتقعد محبوس لوحدك مع افكارك عمال بتكتب، فانت ايوه. اوريدي حاسس بعزله وسوليتود، واللي هو بتبتدي يعني ايه تسائل نفسك طب انا ليه خدت القرارات ديت في حياتي؟ طب ايه اللي حصل عشان انا اوصل لهذه المرحله؟ فبالاضافه ان يبقى المكتب كمان جحيم، فاللي هو ايه، تحس انك انت كاره عيشتك وكاره نفسك بالظبط. فطبعا فبيطلع في الكتابه بقى تلاقي كتابه بنت كلب تجيب لك اكتئاب اكتئاب. واللي ما فيش فايده. ايوه ايوه. فالمدام بتقول لي بص انت محتاج تركب تكييف في المكتب عشان الكتاب بتاعتك تخف شويه كده، لان ايه انا حاسه ان الحر طالع في الكلام اللي انت بتكتبه. قلت لها حاضر، ما انت عندك حق طبعا يا حبيبتي وخلاص. فلازم الاقي الراجل السباك اللي هيركب التكييف. فطبعا تمام. كل ما اكلم سباك اللي هو المظبوط بقى اللي عنده اللايسنس مش عارف ايه، طب انت محتاج ايه؟ اركب تكييف. طب لما افوق انا بقى بكلمك، قصدي مش امرجنسي خالص.
مش برزس ايه، هموت من الحر. انا عايز سيرفيس، انا عايز خدمه. ايه اللي بقى في ضجيج؟ ما انا مش هدفع خدمه لك ايه؟ فلوس. تروح عند امك في البيت تعمل لك خدمه ايه؟ امك الخدمه هنا ايه؟ اهو. انت مش هيدفع لك فلوس يا عم الحاج؟ ابعت عيل من العيال، مش لازم الريس يعني، لا، الصنايعي ده الكبير. لازم واحد يبقى سيرتيفايد علشان يعمل التركيب. اه. فتاخد السيرتيفيكت عشان لو في بعد كده مشكله في الضمان تروح تقول لهم بصوا اهو، المشكله مش من التركيب، انا مركبه عند حماده نننس. حماده استيك، اه. حماده استيك. طيب ثانيه واحده معلش. اتفضل. ده بقى يفتح لنا نقطة برضو، ان دي عبثية ومشاكل عالم اول. مالها بقى مصر كانت جميلة في اي عيل معدي في الشارع تحت، تعالى يا ابني ركب لي التكييف ده، هتاخد كام؟ 50 جنيه، 100 جنيه، 1000 جنيه، خد يا عم ركب التكييف. بس التكييف ده ممكن يقع على دماغ اهلك بعدها باسبوع، مالناش دعوة، بس انت ركبت التكييف اللي انت عايزه. ما انت دفعت 50 جنيه، انت منتظر انك انت تاخد ايه بال 50 جنيه؟ اه ما بالظبط. هو مش. بس دي مشكلة عالم أول برضو كده، ده غلسة اكيد، برضو. اه العالم ده الأول اكيد، ده برضو اكيد. ساعات بيبقى سخيف في حاجات. بص انا يعني انا ما اشتكيتش ان انا مش لاقي. خلاص طيب يا جماعه، طب انت مش فاضي؟ طب اكلمك كمان ايه؟ طب اكلمني كمان اسبوعين. طب كلمه كمان اسبوعين. لا اديني اسبوع كمان، وكل ده علشان ادي لك تاريخ، مش عشان يعني مش كمان يجي اسبوعين اللي هو هيجي لك يشتغل. بكره. لا لا ايوه. لا، ده اسبوعين عشان الجدول بتاعه مش واضح لغايه الاسبوعين. كمان اسبوعين ممكن يبتدي يشوف الجدول بتاعه عامل ازاي. امم. فلقيت واحد في شهر 9. فانا الكلام ده انا بدور. طبعا شهر 8 انسى، لان ده الاجازه بتاعت الطليان، ما اه فيش حد هي. مفهوم، اوروبا كلها انا بتريح في من شهر عايز من 8. شهر 7. بس طبعا مستحيل، لان كلهم بيقفلوا الشغل عشان الاجازه في شهر 8. طبعا. يا شهر 8 اجازات، مفيش حد هيعمل حاجه. شهر 9 لسه بقى ايه، متلخبطين في الاول، فانت مش عارف تلاقي فالحمد لله، الحمد لله لقينا واحد في شهر 9. الحمد لله. وجالي البيت وشاف كويس. طب انت عايز تركب ده هنا مش عارف ايه، طب انا هطلع فوق السطوح، طب انت هتحط الكمبريسور فين، هتحطه كده، طب الكهرباء بتاعتك مش عارف عامل ازاي بتاع. راجل محترم جدا، فيري بروفيشنال، فيري فاهم راجل بروفيشنال. فاهم، اه ما ده لايسنس وبمواعيد وبتاع. قال لي اجي لك يوم مش عارف ايه. فانا كنت مسافر اليوم ده، فقلت له لا انا مش هينفع اليوم ده، انا مسافر فيه. ينفع تيجي الاسبوع اللي بعديه؟ قال لي انت مسافر، طب هاي انت لما ترجع كلمني. قلت بس له كده طب ما ادكش عقد نافع. يا ابن الحلال، ما انت اهو، انت قاعد اهو، خلينا اديني ميعاد بقى. ايوه. يعني نظبط الميعاد. انا أيوة. خايف ان هو ما خليك هو حلو كده. ده راجل جراح. ايوه انت مش عارف يعني تقفش واحد بقالك شهرين. انا ما صدقت ان انا يعني انا احب على ايه، طب ركبه دلوقتي اي حاجه. قال لي لا لا ما تقلقش، ما تقلقش، اتفقنا ان انا هرجع في اول شهر 10، واول ما هرجع هكلمه. رجعت. فكنت قاعد انا والمدان على الكنبه. عندنا كنبه برضو مش تكييف، بس مش كويس كويس، دنيا. ايوه ايوه ايوه. وماله وماله، حلو حلو، كله بينفع، كله بينفع. ف فداخل على الواتساب، لقيت الصورة بتاعت البروفايل بتاعته بتاعت واتساب بقت الفندق اللي في دبي ال7 نجوم ده اسمه ايه؟ برج العرب. برج العرب. اللي على شكل لقيت صورة. شراع، ايوه. امال ايوه ايه؟ هو ده. معلم ده. ايوه. ايوه هو ده. هذا. فانا لقيت الصورة، فرحت باصص لنورا وبقول لها آه، شايفة بنتي؟ قالت لي اه. قلت لها انا مش مطمن الموضوع ده اهي. اوه اه. ليه بقى كده؟ فبتقولي ايه اللي انت مش مطمن منه؟ قلت لها الصورة دي مش مريحاني. ليك حق. الصورة دي ليك حق. كده مش مريحاني. كلمته ما بيردش. رحت بعت له رسالة، فبعديها بيومين لسه ما ردش، رحت بعت له رسالة تاني. فلقيته بعت لي بيقول لي معلش انا في دبي وراجع كمان اسبوع، فاديني اسبوع وكلمني وانا فقلت ماشي. لها مش بقول لك ده الراجل ده دلوقتي بقى بيطلع اجازة، بيطلع اجازة في دبي. فده مش انا مش على اه انت قد مش هتعرف، مش انت كده مش هتعرف تجاريه. اه انت فهمت، اصل انا كنت هقول لك كويس اسبوع وراجع يعني ماشي، رايح الراجل اسبوع وجاي. لا ما هو ما هو استخلق يعني مغير ايه برضه ما هو. بيكتشر بروفايل، دي خطر برضه، صح. اه اصل ده المهم. راجل، بياخد اجازه في دبي. فيعني برضه ده مريبة مريبة برضه، ايوه ايوه. الموضوع مش مريح بالمره.
ده حقيقي. فطبعا راحت اتريقت عليا وقالت لي انتوا بقى انتوا بتوع الشرق الاوسط وعندكم امراض بارانويا ومش عارف ايه وبتاع. قلت لها طيب هنشوف حطت هنشوف. عليك جامد يعني. حطت عليا جامد اه. اصل هي يعني بالنسبه لها ما هي برضه امريكانيه، انه ايه يا ابني في ايه مش إيه الراجل واخد اجازه رايح دبي وراجع تاني. ايوه يا بنتي ما ده السباك ايوه ده ما بيروح دبي بعد كده هنكلمه يعني ازاي؟ بالظبط كده. استنيت وبعدين. حضرتك اسبوع، كلمته بيردش، يا بعت له خبر. رساله بيردش، فبعت له رساله تانية، كل ده بقى الوقت عمال بيمر. راح باعت لي رساله بيقول لي انا جالي عقد عمل لمده 9 شهور، فانا في دبي حاليا لمده 9 شهور، فمش عارف بقى انت عايز تستناني ولا تشوف حد تاني. حتى ايطاليا ما سلمتش من الاعاره بتاعت الخليج. فانا قلت ايه ده، احنا خلاص بقى احنا في الثمانينات، احنا مش اه. بس ان انا مش لاقي سباك، السباك جاله اعاره في دبي. التلياني مش السباك ما اه السباك التلياني السباك اللي الطلياني انت جاله عقد، عثرت عليه جاله بعد اعاره 3 شهور من انك تدور على سباكين، جات له اعاره للخليج. للخليج، للخليج. ويقول لي استناني 9 شهور، استناك 9 شهور. ده يكون 9 شهور انت الصيف الجاي هتموت، ايوه جه خلص. وعدى خلاص. ايوه بالظبط، يا نهار اسود. اللي هو انت تشتري البنطلون والسوسته جايه كمان أيوة. 3 ايام. نفس نفس الفكره. يا خبر اسود. وبعدين. وبعدين ايه، ما قلت له طب خلاص ربنا وفقك، ما خلاص ده مش هعرف اكلمه آه. بعد كده، هو ده رحت يعني. بقى تعكي يعني اولا تاني. ال9 شهور دولت ممكن يتجددوا. لا انسى، مستحيل طبعا، اه طبعا ده وبعد وارد كده جدا. بقى لازم اكلم السكرتيره بتاعته وهو يجي ويبقى عنده فريق عمل ويروح حاطط ايديه كده فيلبسوه جلافز عشان يدخل هو حضرته ويدفعك 5 اضعاف اللي كان هياخده منك. اكيد اكيد اكيد. المهم يا معلم، فسالت في الشبيبه والناس اللي حواليا، قالوا لي طب انت عندك جان فيتو، مش هو كان جاي عمل لك شغل قبل كده هوت؟ جان فيتو بالفعل جالي قبل كده هوت من سنتين ثلاثه، عمل شغل زي الفل، بس هو في مشكله صغيره جدا في جان فيتو. لما حضرتك اصريت ان انا انزل التيك توك، ايوه. فلقيت التيك توك طبعا راح تجسس عليا وعرف مين في حياتي وشاف انا قاعد فين، وجاب لي كل الناس المشهوره اللي حواليك في المنطقة. اللي حواليا على التيك توك، مم. من ضمنهم جون فيتو. السباك جان فيتو. بقى صاحبك على جان التيك فيتو توك. عنده فولوينج، جان فيتو عنده فولوينج مش عارف 4000 5000 واحد. طيب شفت يا عم، ده سيلبرتي يا عم، ده انت تيك المفروض توك ستار. تشقق معاه، ايوه صاحبه بقى يعمل لك دعاية. فرحت والله بعت له رساله، قلت له يا جان فيتو، هل انت دلوقتي ما زلت ليك في السباكه ولا انت مركز كاريرك كله على التيك بقيت توك؟ نجم تيك توك دلوقتي واعتزلت السباكة والجلب والمواسير. فراح باعت لي رساله قال لي لا ده كده التيك توك ده حاجه على جنب، انما انا عشقي للانابيب عمره ما هيروح، عشقك الله الله للانابيب. الله. قال لك كده بجد؟ اه والله العظيم. انا فاكرك بتأفور. لا والله ما بعرف. ده عسل، جون فيتو ده عسل. فجان فيتو جه، فانا طبعا بقى مؤدب موت. طبعا. جان فيتو ازاي حضرتك؟ والله متابعين اعمالك على ممكن السوشيال اتصور ميديا معاك سيلفي. والكونتنت، بعد اذنك ممكن اقدر اعمل لك تاج ولا هل ده هيبقى فيه تطاول من ده؟ بص انا ايوه بعد ماشي. اذن حضرتك انا في التكييف ده بقى، يعني لو انت فاضي بقى يعني ممكن تركب ما تركب، يعني شوف لو ما انت وقتك يضايقكش عامل يعني ازاي. اه. قال لي كمان اسبوعين حاضر، يو. تدفع عربون حاضر، الساعه حاضر. حاضر. ده انت كنت بتتربى. مؤدب جدا. ايوه انت كنت بتتربى من اول وجديد كنت عشان حته التكييف. مؤدب جدا. بس اقول لك بقى ايه، هقول لك حاجه يعني بره سنه السباكه شويه. لما جه وهو بيركب التكييف، فقلت له هو ايه حكايه تيك توك يا جان فيتو؟ ايه ايه اللي ايوه انت ايوه بتعمله؟ ايوه، سؤال فطلع ان جان لطيف. فيتو ليه التر ايجو. جان فيتو ممثل مسرح. يا سلام. اه السباك ممثل مسرح. السباك ممثل مسرح، مش بس ممثل مسرح عادي، ده هو في المدينه اللي هو عايش فيها
يعني مدينه صغيره محندقه يعني، فيها مسرح صغير وبيعملوا انشطه ثقافيه. هنا في ظاهره في ايطاليا، ان بالذات في جنوب ايطاليا، انك انت كل 10 كيلو في دايلكت مختلف. يا ده رينج قليل قوي يبقى دايلكت جدا مختلف، اه ده جدا هبل يعني. جدا جدا. اه تو ماتش. والناس دي، انا بتكلم طلياني، الناس دي لما بتتكلم الدايلكت، انت في ايطاليا في اللغه اللي هو اللغه الايطاليه، اللغه الايطاليه اللي انت بتسمعها مثلا في التلفزيون او في الافلام مش عارف ايه، دي جايه من توسكانا، من فلورنس. ماشي. كل منطقه ايوه. ليها الدارجه بتاعتها. الله. فهو وفريق المسرح اللي هو معاه بيعملوا الكلاسيكيات المسرح الايطالي بالدارجه بتاعت المدينه الصغيره بتاعتهم. اوف، كمان ده مجودين يعني، كمان ده اه واخدين يا استاذ. الكونسبت ومطورينه وعاملينه بطريقتهم هم. الله. شفت. اه. فانا بصراحه انا احنا بنتكلم يعني لسه على سباك صح؟ بس سباك جان تلياني، فيتو، جان فيتو اوكي. السباك استاذ ال جانفيتو، جانفيتو ده الذي ما زال اسم عاشقا بيضحك. للانابيب. ايوه بالظبط، ده قال لك كده بعضمة ما ده لسانه. راجل رومانسي جدا يعني. ايوه ايوه. بس انا ما اكدبش مع عليك، الانابيب. ما هو رومانسي في حياته، لما بيعمل حاجة تانية اه آه بيعملها بيعملها نفس بنفس الشغف. الفكرة، بنفس اه الإحساس، بنفس ايوه. بتعامل مع الانبوبه بتاعت الماسوره بتاعت الميه والصرف الصحي زي خشبه المسرح كده بالظبط. وخلي أنبوبة مش زي أنبوبة، خلي بالك. يعني ايه؟ لا بس في أنبوبة بوتاجاز، إنما في في ماسورة مية. ماسوره، اه ما انت اللي قعدت تقول انبوبه فانا بقول ما انا بقول ماسوره اي وصرف كلام، انت وبتاع. المفروض انك عاده انت ما بتسيبش الحاجات دي تعدي، انا ما اعرفش تسيبها ازاي كل ده. فقلت بقى انت راجل مغترب وكده، انا قلت انت راجل فعديها مغترب لك. بقى. فوتها لك بقى، راجل العربي بتاعك على قده. فقلت خلاص بقى مش هقف لك على كل حبه وقبه. ركبنا حضرتك التكييف. بس حلو قوي في الاخر. مم. جون فيتو الفنان المسرحي جان فيتو العظيم الفنان هو اللي عمل لنا التحفه الفنيه اللي احنا شايفينها وراك في الكادر دي. بس على فكره انا اتفقت معاه ان انا هروح العرض هم حاليا شغالين على نيو برودكشن هيبقى جاهز في السبرينج، في الربيع. مم. وقلت له انا عايز اجي. الله ف الله. شوف، شوف الانخراط المجتمعي. الأستاذ الكاتب العظيم اللي عنده مزرعة زيتون في جنوب إيطاليا هيروح يحضر العرض المسرحي بتاع السباك بتاعه. على فكره انا على فكره ما بهزرش، انا ايوه فعلا. يا عم، وانا ما بتريقش، انا بقولها لا بكده اصل انت لما قلت تشجيع. كاتب عظيم انا قلت اكيد بيتريق. لا خالص، ده انا بوري الناس يعني ان ممكن ده عادي يحصل، ما فيهاش حاجه يعني. اصل ما فيهاش حاجه. التجربه، انت عارف ان انا لا، هو في الاخر هو في الاول ما كانش مصدق، فبيقول لي هتيجي بجد؟ اه قلت اه. له بس خلي بالك، انا بقول لك احنا بنعمل ري انتربريتيشنز او انتربريتيشنز للكلاسيكيات باللهجه بتاعتنا. وانت يا ابني يعني هو قالها لي بشكل لطيف، اللي هو انت الطلياني بتاعك برضو مكسر سنه، يعني انت مش هتفهم الدايلكت بتاعنا اللي هو مش اصعب هتفهم من الدايلكت العادي. بتاعنا. فانا قلت له بس دي ملهاش علاقه، انت كل الناس اللي قلت له هو كل الناس اللي في العالم اللي بتتفرج على الاوبرا الطليانيه هم اه بيتكلموا طلياني. فاهمين حاجه، انا هتفرج على اصل ده الاداء وعلى الديكور وعلى في اداء وفي ديكور وفي مزيكا وفي ونور انا جاي ايوه انخرط في التجربه الشعوريه ديت. ايوه طبعا فالراجل انا لطيف. ما اكدبش عليك، انا بيتهيألي ان يعني ايه، ان هو حس ان قدرك كده. لانه كمان في بيانو هنا، هو يعني ايوه. في نفس المقفى اللي هو ايه، فبقينا جنب احنا اتنين الكنبه اللي قلنا فنانين مع عليها. بعض. ايه. جنب الكنبه اللي قلنا عليها من شويه. ايوه ايوه. الراجل يا جماعه عنده تكييف وكنبه وبيانو، يلا بقى يعني ده معدي. دي عشان الحسد، اللي هو انت بيانو ده ما قديم، حدش يفرق معاه بمليم. قديم قوي برضه. بس يا سيدي، ودي حياة السمسم وهو بيدور على دي سباك ما على بين ما السباك بين اللي اه. عنده إعارة واللي عنده بروفا. لا حلو، وهتحضر وتسقف وتهيص وتبقى ليلة زي الفل مع صديقك السباك بالصلاة على السلام. اللي هو راكب لك تكييف اصلا.
اللي هو ما اه اه، ما عملكش هو اللي هو سباكه راكب اساسا، ده تكييف. ركب لك تكييف في الاساس. بس والله والله استجدع معايا واداني حتى ديسكاونت انا ما طلبتوش في الاخر. ايوه، ما انتوا فنانين بقى مع بعض، انت احنا فاتحين كاتب. فنانين مع انت بعض اه. كاتب وهو ممثل مسرحي وكده بيعمل اللي قدام برضه، ما عرفش تألف له مسرحية بطولته تعرضوها في المسرح. السلام عليكم. وعليكم السلام.